أهلا ومرحبا فيكم ببرنامج المسامح كريم. القصة اللي معنا الآن هي من المغرب، قصة هيك قصة حلوة. على كل حال راح تعرفوا كل تفاصيلها، ولكن بعد ما نستقبل صاحبة المبادرة سلمى مرتجى. أهلا بسلمى. تفضلي سلمى. مالك هيك زعلانة وفايتة وداخلة قصتك ما فيها شيء يعني؟ شوية توتر. شوية؟ متوترة شوية؟ خايفة من الناس، من الجمهور، من الكاميرا؟ لا ما تخافيش. سلمى كانت مخطوبة، ظلت مخطوبة 2 لشاب، تخرج معاه وتجي، بعدين اكتشفوا الأهل قالوا لها والحكيوا الأهل بين بعض إنه خطيبها هو أخوها في الرضاعة. لذلك من دون ما يقولوا لهذا الخطيب سلمى انسحبت وتزوجت ابن عمها. سلمى حاليا متزوجة، ولكن خطيبها السابق تعبان، وهن عارفين انه تعبان، هي عرفاني. امه تتواصل مع سلمى بتقول لها يا سلمى لازم توضحوا له انه سبب زواجك من ابن عمك مش خيانة لخطيبك، خطيبك اسمه عبد الرحيم كان السابق، بقى مش خياني، ولكن لانه اكتشفنا انه هو اخوها بالرضاعه. طيب ليش لما تركتيه ما قلتي له هالكلام؟ انا ما قدرتش نقول ليه، حيت انا دبيت مع الآل ديالو، كان اصلا كلشي خايف من ردة الفعل ديالو، قالوا لي انه غادي يتدمر، وما قدرتش انني نقول ليه. بتدمر اكثر اذا كان عرف رحتي خدتي واحد غيره يعني وانفصلتي عنه من دون سبب. ما كانش غادي يتقبلها، حيت هو كان كيبغيني بواحد الطريقه اللي بزاف، كان كيبغيني بجنون. ما قدرتش نقول ليه، فكرت انني نمشي نتزوج ولد عمي ما نبقاش نشوفه، ولكن انا فكرت ملي عاودت للزوج ديالي بالمشكل اللي عندي، هو اللي ساندني، وجيت لهذا البرنامج باش نلقى واحد الحل، باش نيتا هو نقول لي اشنو عندي باش. ليه عم تبكي؟ تفضل. ليه عم تبكي؟ ما انت قصدتي تيجي على استوديو عشان توضحي الامر مع خطيبك السابق مع عبد الرحيم. بغيت نبين ليه بانني انا ماشي خليته على قبل فلوس، ولا خليته حيت انا ما كنبغيش، ولا لا، انا بغيت نوضح ليه، حيت انا كنهضر مع الام ديالو كتقول لي بانه هو حالته تدهورات، ما بقاش داك عبد الرحيم اللي كنت انا كنعرف. انا ما بغيتوش يقول ان سلمى كذبت عليه، ولا انها عمرها ما بغاته، ولا داكشي علاش جيت انا هنايا. ايه بس هيك يعني، بس جاي توضحي له الامر حتى يرتاح هو، ما في شيء يعني، ما في. علاش انا خليته. طيب ومن ذلك الوقت من 2 الى اليوم ما شفتوا بعض؟ لا. ولا تواصلتوا ولا اي شيء؟ لا، انا كنهضر غير مع الوالده ديالو، وكنسمع اخبارها من عنده، خلاص. والله يعني قصتكم غريبه، بس وجهنا له الدعوه لعبد الرحيم، خلينا نشوف سوا اذا كان وافق واذا كان راح يجي. اهلا استاذ جورج، احنا الان كنتواجدوا بمدينه الدار البيضاء العاصمه الاقتصاديه بالمغرب، وغنمشيو باش غنقلبوا على البيت ديال عبد الرحيم بن عبيشه باش نسلموه الدعوه ديالو. اجيو معايا نشوفوا واش كاين. استاذ جورج، حنا دابا في الحي اللي كيتواجد به عبد الرحيم بن عبيشه، وغنمشيو باش غنقلبوا على البيت ديالو باش نسلموه الدعوه ديالو. اجيو معايا نشوفوه واش كاين. السلام عليكم. السلام عليكم سيدي. عبد الرحيم بن عبيشه. وهذا عندك محل ديال كراء السيارات والبيع. اييه عندي محل. معك رجاء سالم من برنامج الاستاذ جورج القطاحي. الاستاذ جورج
بعثت لك هذه الدعوه هذه الحضور. ممكن نعرف هاد الدعوه ديالاش؟ هذه الدعوه البرنامج ديال الاستاذ جورج جديد وبغاوك باش تكون معاهم ان شاء الله. مرحبا، ولكن ما فهمتش كتصوروا كاميرا؟ هاد الكاميرا وهادشي كله باش الاستاذ جورج يعرف باللي راه حنا وصلنا لك الدعوه ديال الحضور ان شاء الله باش تمشي عنده البرنامج. بالنسبه للطياره التكاليف ديال الاوتيل، التكاليف ديال السفر، كلشي على حسابهم نتايا، كيبقى لك غير تمشي وتشارك في البرنامج. مرحبا، صافي، والبرنامج كيبقى مفاجاه حتى تمشي ان شاء الله تما وتعرف ماشي ان شاء الله يا سيدي. شكرا. يلا طريق السلامه. شكرا بزاف. الله يعاونك. شكرا. القصة اللي معنا من المغرب مثل ما شفنا قبل الفاصل، اجت صديقتنا سلمى جاي لحتى تقول لخطيبها السابق اللي تركته وتزوجت ابن عمها بعد منه انه هو كان اكتشفوا هي والاهل جميعا اكتشفوا انه هو اخوها بالرضاعة، بقى لذلك انفصلت عنه من دون ما تقول له، وما حدا قال له، قال كانوا خايفين عليه. رح نشوف هلا هو قبل الدعوة مش عارف شو فيه. عبد الرحيم اسمه، عبد الرحيم بينتظرنا بالخارج، صار وقت انه يتفضل، خلي يشرف. هلا عبد الرحيم. اهلا، كيفك يا عز؟ الله يبارك فيك. والله انا اهلا وسهلا فيك. الله فيك. شكرا على مجيئك. طمني، الله يبارك فيك. كيف كانت هالرحله؟ وان كله مزيان شاء الله ما فيش تعب. لا ما فيش. انت من وين؟ من كازابلانكا؟ ايوه من كازابلانكا. من كازا. اهلا وسهلا فيك. الله يبارك فيك. عبد الرحيم، سالت لساعية البريد انه ويش بده مني الاستاذ جورج وانا ايوه ضروري. مش هيك؟ ايوه. انت شو مفكر مثلا؟ فكر اني عندي دعوه للبلاطو، اشوفك واشوف الجمهور هذا واشوف مصر. الله يبارك ما في شيء، اي ما تعتل هم، كله تمام ان شاء الله. الله يبارك فيك. وتكون مكرم معزز والى اخره. بس هذا البرنامج اسمه المسامح كريم. ايوه المسامح كريم. المسامح كريم. هذا البرنامج في ناس بيلجأوا لعندي لحتى انا ادعي ناس اخرين انه يجوا على الاستوديو مثل افضالك، مثل حضرتك، وانت مش عارف مين اللي دعاك. بس مش انا اللي دعوتك، حدا طلب مني انه ادعوك، دعوتك. بتحب تعرف من هو؟ اكيد. هذا اللي دعاني وعايز يشوفني. اهلا وسهلا. ضروري اشوفه مين هو. انت باين عليك انك انسان طيب. طلع بهالشاشه وهلا بتعرف مين. عبد الرحيم لاباس؟ عرفتها؟ ايوه عارفها. عرفتها؟ ايوه عارفها. سلمى. سلمى؟ ايه هي سلمى. وسلمى قبل ما تشوفك عم تبكي. بس انا شو عامل لها لسلمى انت؟ هي اللي مش عامله لي هذا، مش انا اللي عامل لها. هي اللي عامله لي بزاف الحوايج، مش انا اللي عامل. نحكي، خلينا نحكي لانك رح تتفاجئ. رح بقرا لك الرساله تبعها وبتشوف شو عامله فيك. عبد الرحيم لاباس؟ لحظة سلمى، هلا ما تحكي انت. مستعجل كثير، بدك تحكي روقي. بتقلك اخي العزيز عبد الرحيم. اخي مش حبيبي، انتبه، اخي. ندفع احيانا ثمن اشياء لم نردها، وهذه هي الحياة. وانا وانت دفعنا ثمن علاقة قديمة جمعت اهلنا، وليس في يدنا أن نغير الواقع. هذه الشيطان أو الماضي. هذه الشيطانة. ابروق شوي. والله أنت شيطانة. أنت شيطانة. تهضري بزاف. أصلا أنت سمحتي. أنت سمحتي فيا بلا ما نبقاو نهضروا بزاف. أنت اللي سمحتي فيا. أما أنا كبير، أنا قبل بزاف. أنا خاصمت مع إيدي مع أصحابي ما كل شيء على قبل. بدي كمل الرسالة. سلمى. اقعد لكن اقعد أنا بدي أكمل لك الرسالة. خلينا عادي يا سلمى. عادي انت، خلص ما تقومي بقى. شو هالقصة؟ انا فكر انه ما في خلاف. ليك شو بتقول لك؟ استاذ جورج هذه خلتني يا اخي روش، يا اخي روش شوي. خليني خليني مسطح انا سنتين وانا انت لما تحكي خلص. يا جورج هذه خلتني عامين وانا اسمع شوي بقاش تحكي، خليني اقول بعدين نحكي انا وياك. روح بدي اخلص الرسالة دي، خليني اكمل الرسالة. بتقول لك أنت تعرف أني كنت أحبك مثل ما أحببتني، وهذا ما منعني من إخبارك بالحقيقة. في حقيقة
التي عرفتها وأخفيتها عنك أنا وأهلك خوفا عليك. اسمع الحقيقة هذه اللي تقول لي تجي عامين عاد تجي تقول لي الحقيقة اليوم. ايه اسمع. قال لا ما كايناش اسمع يا هي أخي. كذابة هي كذابة سمحت طيب فيا أستاذ جورج. روق شوي. لقد فضلت أن تظن أني خنتك عن أن أخبرك بالحقيقة، وكان هذا خطأي الوحيد الذي أعتذر لك عنه، وها قد أتيت اليوم لإصلاحي أمام الناس. صحيح أنا متزوجة الآن، هي متزوجة ابن عمها، لكن أمرك لا يزال يهمني، لأننا حتى وإن افترقنا سنبقى إخوة. روح اسمع يا أخي، اسمع. جيتي عندي أنا اسمع. خلاك عاد جيتي عندي. اسمع. أنا بحال شي لعبة تتسالي من هو عاد جي عندي. هو ماشي يسمح لي، هو اللي خلاني يجينا، هو اللي ساعدني باش يجينا. ماشي راجل هذا اللي خلاك تجي تشوفيني وسط الناس. لا هو اللي عرف قصدك كيفاش داير، هو اللي ساعدني. كاع ما يخليك تجي عندي. عبد الرحيم خليني أكمل الرسالة. سلمى ما بقى تحكي أنت، إذا بتحكي بتطلعي من الاستوديو خلص. بيقول لك صحيح أنا متزوج الآن، لكن أمرك لا يزال يهمني، لأننا حتى وإن افترقنا سنبقى إخوة، وهذه هي الحقيقة التي أخفيناها عنك، فأنت أخي في الرضاعة، وهذا أمر لا يمكننا تغييره. أنا أكبر منها، كيف هي أختي وأنا أكبر منها؟ كيفاش هي أختي؟ كيفاش هي أختي وأنا أكبر منها؟ قديش أكبر منها؟ أنا أكبر منها، أنا أكبر منها في السن. كيفاش هي أختي وأنا أكبر منها في الرضاعة؟ كم سنة؟ أنا أكبر منها ب6 سنوات. طيب رضعت من نفس الأم؟ ما رضعناش منها ولا ما رضعش من أمي، ما أصلا أنا أكبر منها ب6 سنوات، ماشي ما يمكنش تكون راضعة معايا. الله يعطيك الصبر. أنا أكبر منها. طيب هي مش اسمع هلا ما تسم انت ما تزعل روق ده. عبد الرحيم هي جاي بس تكذب. جاي هي تطالبك. كذاب عليك. هي هذه الشيطانة، هذه كذوب 10 زين، هذه كذوب 10 زين. اخويا فوضى اول كلمه ما وضعش معايا انا تمام. كذوب بزاف. اسمع عبد الرحيم هلا هني عم بتقول هي وامك عم بتقول لها لازم تحكي معك وتقول لك انه اخوها بالرضاعه. هلا مش ضروري تكونوا عم ترضعوا بنفس الوقت، عرفت كيف؟ بجوز امك او امها مرضعتكم، ما بعرف مين مرضع مين. سولها قول لها شكون مرضع. هي كتكذب اصلا ما غتعرفش تقول. لا درجه ما مرضعتش ماما انا وياك، خد جمره مع اخويا اسامه. عبد الرحيم طيب خلينا نسمع. جمره مع اخويا اسامه، وكونك انك اسمع عبد الرحيم، هي غادي يكون انا وياك. هي مزوجه البنت، هي متزوجه وزوجها قال لها روحي اعتذري من عبد الرحيم، وقال لها خليه يعرف الحقيقه. هني فصلت عنك. انا قبل هاد السيده وليت كنكمي كنشرب كنضحك على دريات. انا لا تشجيت لينا، انا لا تشجيت لينا عبد الرحيم، غير انا لا تشجيت لينا. سول ماماك عبد الرحيم، تزوج بها ولا سول ماماك كل نهار كنهضر معاها في التليفون. شهر سيمانه اسبوع نوظفها بحالها. انا قبلها هي حيت انا كنت حاجه ما كنقدرش نجيبها ليها وكنجيبها ليها. انت راح تعرف كندير بزاف د الحوايج على قبلها. عبد الحريم يعني هلا راح تعرف الحقيقه انه هي اختك في الرضاعه. خلص عرفنا الحقيقه. لا انت مش معترف بهالشيء؟ لا ما كايناش اختي في الرضاعه، انا اكبر منها. ما يمكنش لو كنت اكبر منها يا اخي، امك مرضعتها. ما يمكن سول شكون هي فين اختي في الرضاعه. او امها هي مرضعتك. لا ما ردعتنيش. امها لا ما ردعتنيش. عبد الرحيم سول ماماك. ما ردعتنيش او امي ما ردعتش وما ما ردعتش. سول خالتي فاطمه، سول هي. انا كل طيب عادي يا سلمى، عادي يا سلمى. هي اللي غتقول لك ما تقولش انا دابا انا ما جيت لهنا من المغرب لمصر، جيت باش نقول لك. سلمى عادي يا سلمى، خلص ما في داعي لكل هالشيء. انت تزوجتي وعندك حياتك وجاي غير سمح فيها جات تشوفني. اسمع لا شوف خلص. غير سمح فيها اختلاح هو جات عندي انا. ما فيا بالعكس، هو اللي ساندني باش نكون انا هنا. حيوان تربيه شهر وتسمح فيه يخلي. شهر تخليه ما توكليه ما والو، ما تمشيش عنده يسمح فيك. ماشي عامين يخليك انت ما يعيط لك ما يسول فيك ما يقول لك حتى شي حاجه. دابا يجي يقول انا اخوك. ما يتزوج انت مش عايزه منك شيء. انا عارف. جاي تقول لك انه انت اخوها بالرضاعه وما بدها منك شيء، لا بدها تتزوجها ولا بدها ترجع لك ولا بدها شيء. ما بغيتش نبقى نسمعها ونشوفها. خلاص فضلك والله. بدك تمشي؟ ايوه ما راح تسمح والله. انا بدي اشكرك انك جيت. شكرا. وعذرنا على المفاجاه، كنا حابين تكون مفاجاه حلوه بس انت مجروح والله. حتى باش نشوفها ما الله يرحمه. بسيطه معذور حبيبي. الله يبارك. وانت عذرنا. الله يبارك. اوكي يا عبد الرحيم، الله معك. الله معك. معك ربو؟ عندك ربو؟
سلامتك. سلمى، عندك ربو سلمى؟ قاسم؟ يعني أنا كنت متوقع هالشيء يا سلمى، لأنه خلص كل واحد منكم بحياته وأنت مش راجعة. خلص أنت حكيتي اللي لازم تحكيه. هلا طالما رح ترجع على المغرب، اسمعيني، لما ترجع على المغرب وطالما في علاقة مع أمه، خلي أمه هي تقول له الحياة، وأنت خلص خليكي مع زوجك وعيشي حياتك وانتهت القصة بينك وبينه خلاص. طالما هو مش معترف انك اخته بالرضاعة، هو مش معترف. وانت مين قال لك انه اخوك بالرضاعة؟ انا وناجي خطبني من دارنا، تلاقوا الاهل. الاهل تلاقوا الاهل ديالي والاهل ديالو. مين كان يرضع الثاني؟ امك كانت ترضعه؟ امه كانت فاش يلاه ولداتو كانت عندها مشكل ورضعته الام ديالي. ملي خرجوا خلص حلوها بالمغرب، خلي امه تقول له انه اخوك بالرضاعة وانتهت القصة. نحن هون ما الرجل تفاجأ وردة فعله قوية وخلاص، وانت ما تبغي منه شيء، يعني ما بدك ترجعوا مع بعض. انت متزوجة وديري بالك من زوجك، متشكرك على ثقتك وحاولتي انك تحلي هالمشكلة معنا بالاستوديو، بس ما صار، ما حصل، مش بايدنا. على كل حال خدي بالك من نفسك، من الأزمة تبعك، وانت عصبية شوي. من وقت ما جيتي ما وقفتي الهز. اوكي يلا، وسلمي على زوجك لانه هو قال مش راجل، انا بلاقيه راجل انه سمح لك تجي وتقابلي. اوكي يلا. شكرا. مع السلامه. مع السلامه. شكرا. هيدي اول قصه بتصير معنا من هذا النوع. يعني على كل حال اجت الست منا عارفين شو بدها منه، بدها بس تعتذر وترجع العلاقة علاقة الصداقة. ما اعترف انه اخته بالرضاعة، شو بدي اعمل؟ يعني ما فينا، ماني ملاقي حل، ماني ملاقي اني في مشكل كبير ولا ملاقي انه في حل. على كل حال انتهت كما يجب ان تنتهي هذه القصة. كل واحد رجع على بيته، بيدبروا حالهم هن بالمغرب.